السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احنا جايين في حلقة جديدة النهاردة، معلش هي متأخرة شوية بس لسوف غصب عننا جايين نتكلم عن اللي حصل في ماتش تشيلسي وباريس. هنتكلم عليه، نتكلم بوجهة نظرنا عن احسن لعيبة في البطولة، المراكز، ليه انريكي خسر الماتش دوت، ليه ايه اللي حصل في الماتش دوت، وهنتكلم عليه في الحلقة ديت. وفي اخر الحلقة بس هنتكلم عن حاجة مهمة، هنتكلم عن مستقبل القناة، ايه اللي هيحصل الفترة الجاية بكلام مهم. عمرو يا صديقي عامل ايه يا صديقي؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الشورت بتاعك مكسر الدنيا، الحمد لله. على نسبة مشاهدة. الحمد لله. في واحد باكستاني. شفت ماتش باريس وتشيلسي ازاي؟ انا استغربت الصراحه، انا نفسي مستغرب لما شفت الماتش ده. ماريسكا مجهز الماتش، اللعيبه كلها في المود، اللعيبه كلها مركزه ماسكين باريس. عجنوهم الصراحه، عجنوهم. الشوط التاني ممكن لعب شويه باريس بس شفت ماريسكا في المؤتمر الصحفي لما الصحفي كان بيقول له انت هتعمل ايه في الضغط اللي هتقابله؟ قال له ايه؟ قال لك انت هتعانوا ازاي؟ مين اللي قال لك كده؟ مين قال انا هعاني؟ قال لك الماتش فاضل عليه يومين. فانت شايف في ثقة ماريسكا ديت الموضوع دوت قدر يوصل للعيبه؟ لا اللعيبه لعبت صح ولا الذين تقريبا دربهم على كل حاجه، دربهم على كل لقطه. يعني كذا لقطه فابيان رويز يجي من ورا المدافعين يخش انفرادات زي اللي حصل في ماتش الريال. مرنهم على كل حاجه، ابن الذين كل حاجه متقفله. ذاكر انريكي صح. ريس جيمس اللي هو خلاه يلعب نص ملعب، فاجئ الماتش. ماسك فابيان رويز مش سايبه، يعني تحسه عامل مان مارك كل حاجه. يعني ريس جيمس ممسكه فابيان رويز. انزو كان لازق في ظهر فيتينيا حرفيا. انزو فيتينيا ماشي، انزو وراه كل حته. الالتزام مساحه تكتيكي لتشيلسي ولاعيبتها مرعب. وبالذات بقى اللي فرق قوي دي اخر نقطه، يعني فرق قوي بالنسبه لي بقى بيدرو نيتو الصراحه. بيدرو نيتو بالذات في الحته الدفاع، ممكن في الهجوم ما عملش حاجه قوي يعني. في الدفاع هو حرفيا كان في ظهر كوكاريه بسبب حكيمي. كان نزل كتير الاوفرلاب بتاع حكيمي ده دايما هو كان في ظهر. ايوه ده اللي فرق جامد قوي الصراحه في الكور دي. وعندك كام على سانشيز؟ نسيت سانشيز انت. سانشيز انا مستغرب. انت بتقول عليه خرم. مش انا لوحدي اللي قلت عليه. ايوه هو خرم. العالم كله كان متوقع سداسيه في مرمى سانشيز. هو خرم اصلا باشا، عشان بيتكلموا على حراس بس في سوق انتقالات، فقال ايه يعمل لقطه بس. برشلونه وقع في كلامك بقى. هل سانشيز يجي برشلونه؟ لا يعني يجي برشلونه. احنا تمام، احنا في حراسه المرمى تمام. بندور على تريج الشيجن نروح في اي حته. يا ابني شيزني صباح شعره وقعت خلاص. بس مراته بتقول لك صباح شعره وقعت. ماشي. شفت الماتش ازاي انريكي؟ بص هي مش حاسه مفاجاه على قد ما هي مذاكره زي ما هو قال. وهي كمان حاسس مش عارف بقى برضو، انا واخد رايي ان هو باريس تعبت في كاس العالم ودوري الابطال، وتشيلسي برضو ايه مش مجهده زي باريس. يعني دول عدوا مين ودول عدوا مين. وصاحبي برضو يعني حاسس فوقان بالمر كان في الماتش. يعني برضو مهما كان بص على الاجوان، 3 اجوان وهو جاي يعني جونين منهم هو. ايوه والثالث منه اسيست. هو برضو لا يعني لمسته حتى لو هو ما كانش يعني انا شايف برضو انه الماتش دوت مثلا لو كانت عاد، انا شايف ان باريس هتكسب الماتش دوت يعني. ايوه بص انا حاسس ان هي الطرف الاجمل في الماتش. لو تشيلسي في الحاله اللي انت عارفها وباريس في الحاله اللي انت عارفها والماتش دوت اتعاد، ممكن وبالمر مثلا مش معصرش ولا جات له حاله الفوقان دوت، ولا سانشيز كان في فورمه مرعبه. وباريس يعني لو باريس نزلت فايقه وما لعبتش كل ماتشاتها، لعبت الباير بعد كده الريال دوت استهلك من وقتها الشمس، الراحه بتاعت اللعيبه. يعني حتى ديمبلي انت ما شفتوش كان جاهز ان هو يلعب، ما شفتش خطوره. سانشيز الانفرادين 3 اللي تشيلسي اللي باريس راحت بيه تألق فيه. ايوه الصراحه يعني 3-4 انفرادات دوت لو كانوا دخلوا جوان كان هيفرق. كان ممكن يرجعوا كان يرجعوا لباريس. كان ساعه 2-0 كان في الكوره اللي سانشيز شالها في الاخر خالص دي بتاعت جون نيفيز. الكوره ديت لو كانت دخلت هتتفرج على شوط بقيه الشوط الاول والشوط الثاني دوت، ما كانتش النتيجه هتطلع لكده. وتشيلسي جابت جوان بكل سهوله كده، تحس جوان سهل يعني فاهم. عارف يطلع من الضغط من الاخر. يعني فاهم بسلاسه. هو عرف يقفل على حكيمي ومندي صح، قفلت عليهم صح. المساحات الكبيره يروح هناك استغلها صح، عارف يحط الجوان. الثالث جوان كده حكيمي ومندي هتلاقيهم هجمات مرتده عليهم، عرفوا يفتكوا الكوره صح، يرمي الكوره على بولمر للطرف وبيدرو نيتو على الطرف
واسمه ايه ده وجو ما بيدرو. دي بقى الفرق هم بين الثلاثه الفرق اللي يلا. تعرف تلعب على ضغط وفرق اللي عرف في الضغط. ماليسكا عارف يقرا مؤاخذة. الماتش. لا بس ماليسكا عارف يقرا الماتش ويذاكر الماتش ويعمل تكتيك جبار. انريكي انا اعتقد ان انريكي ما كانش متوقع انه يعمل كده. هي القصه بس ان اللعيبه كلها كانت فيهم اصلا. حاجة تانية. صح. فريزو برضه. انت عندك اهم اتنين كانوا في يوم بالمر وسانشيز. هم دول اللي كسبوا تشيلسي الماتش. بس كده هو دوت كان ملخصنا عن كاس العالم والموضوع بتاع كاس العالم. دي كانت بدايتنا. مستقبل القناه رايحه لفين؟ احنا ان شاء الله باذن الله هناخد ال 15 يوم الجايين دوت اعدادات لاول الموسم الجديد. هنخش نبدا سيزون جديد بالدوريات الجديده. هنتكلم حلقات عن تحليل المطوشه ان شاء الله. بعد المطوشه هيبقى في يوم بعد المطوشه هنتكلم عن عن المطوشه الجامده شفناها ازاي في الدوريات الانجليزي الاسباني. ممكن دوريات تانية بس هو هيبقى الاكتريه في الانجليزي والاسباني. انا بحب اتفرج على الايطالي كمان. عايز تحط الايطالي يا عم واسلام هيحلل لنا ايطالي. هنتكلم عن الفانتازي ان احنا الحمد لله كلنا خبره في الفانتازي اكتر من 5-6 سنين بنلعب فانتازي. هنقول استراتيجيه. احنا هو كده في الكاس العاشر. بك ايوه بك ايوه. ارقام عاليه في الفانتازي اللي قدامكم دول. ارقام مش هتشوفها. هقول لكم استراتيجيات. هيبقى في ال 15 يوم ممكن ننزل فيديو او فيديوهين مثلا بنتكلم عن الانتقادات اللي بيحصل في العالم في الدنيا في كرة القدم اللي بيحصل لو في بطولات جديدة. هنتكلم برضه في الاسبوعين دول بس بدايتنا ان شاء الله هتبقى من اول 8 مع بداية الموسم الجديد. ان شاء الله هيبقى ان شاء الله من اول 8 برضه هيبقى في حلقة كل خميس هنعمل فيها تحديات. هيبقوا 8 تحديات هتبقى العاب جديده ان شاء الله على قد ما نقدر. هنحاول نعمل العاب جديده حاجات هتبقى حلوه هتبقى العاب فرديه مش جماعيه. هنحاول نطلع لكم سيزون مختلف سيزون حلو. عايزين برضو يعني لو حد بادئ مونتاج جديد او حد حابب يخش في عالم المونتاج عالم الثامبنيل محتاجين نكبر التيم. محتاجين حد يبقى معانا في المونتاج وفي الثامبنيل يعرف يعمل لهم الحاجات ديت. عايزين واحد يبقى كونتنت كريتور حد يعمل لنا اعداد الحلقات حد يكتب لنا حلقات بشكل كويس. لو انت شايف نفسك كده حابب تنضم حابب تبدا معانا من القناه حابب تكبر معانا وتبقى واحد من افرام التيم ممكن تبعت لنا. هنسيب لكم لينك الفيسبوك بتاع الصفحه بتاعتنا بتاع البيدج بتاعنا. هنسيب لكم الميل بتاعنا ممكن تبعت لنا شغلك وان شاء الله باذن الله بيكو ومعاكو هنكمل ونكبر ان شاء الله. سلام.